السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي. ألف ألف شكر. ألف شكر، يا رب ما تحرم منكم، يا رب يبارك لكم، يا رب يجعلكم في الهنا والسعد، يا رب يستركم دنيا وآخرة، يا رب يفرحكم بأولادكم، يا رب يجعل في قلبكم جوهرة ولسانكم سكرة. جاش حلمية دهود، كل المتابعين، كل اللي دخلولي، كل اللي وقفوا معايا، متحرمش منكم، أفضل أدعي لكم ليل ونهار، يستركم دنيا وآخرة، يجعل في قلبكم جوهرة ولسانكم سكرة. كل اللي دخل واشترك في قناة أم أيمن وأحفادها الجديدة يا جماعة، حبايب قلبي، حبايبي، ما تحرمش منكم أبدا. ربنا يبارك لكم ويستركم. صلوا على النبي وقولوا عليها أفضل الصلاة والسلام. ما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم على مين يعد. وما تنساش اللايك والشير لأم أيمن، الله يستركم دنيا وآخرة. عشان القناة اللي هي التانية اتقفلت يا جماعة. هقول ايه بس، هقول لا إله إلا الله وأن سيدنا وحبيبي رسول الله. طب بص يا جماعة الخير، أنا مش عايزة يا جماعة الخير لا نطلع بقى ولا نرد ولا نصد على حد. الله يسهل لهم، أنا لغتهم من حساباتي خالص، يهروا ويتكلموا، الله يسهل لهم. أنا بقى نبقى نتكلم على أم طارق كده، حلمية ده سفيرة الريف المصري، ونشوف قناة كمان جنبيها. وانتوا اهم حاجة يا جماعة اقفوا معايا، وربنا هو ابو الكل. ما تنساش يا جماعة الخير، ربنا موجود ما بينساش حد. انا النهاردة اول يوم فتحت فيه بس مباشر يا جماعة الخير، عشان الساعات بقى والقناة تتفعل ان شاء الله. بوقوفكم معايا وبنفسكم معايا، الناس المحترمين، الناس اللي اشتغلوا على الراس، الله يبعد عنكم شر المداري. اللهم صل على النبي. طبعا يا جماعة الخير، انا بفتح كده اليوتيوب، انا لقيت قناة قدامي، انتوا عارفين ام سما اللي هي يوم بات العيلة؟ لا، لقيت الفيديو قدامي. طبعا يا جماعة الخير انا حاطة الصورة المصغرة، هي بتتكلم على اختها. طبعا يا جماعة طلعت وقالت دي اختي مريضة، لازم نطلع وندعي لها يا جماعة، نطلع وندعي لاخت ام سما اللي هي من بيت العيلة يا جماعة. ام سما اللي هم الجماعة اللي هم بتاع المنيا او من الصعيد، عشان في كذا ام سما في اليوتيوب. طبعا يا حبايبي، انا عامه ما فيش حاجه بيني وبين ام سما خالص، ام سما دي يعتبر بنتي، وام سما دي محترمه محترمه بصراحه، ما بتغلطش في حد. يعني من ساعه ما شفتها طلعت على اليوتيوب، البنوته دي ما بتغلطش في حد. ان شاء الله يا ام سما، انا شفتك انت طالعه زعلانه يعني على اختك، ربنا يشفيها لك ان شاء الله يا حبيبه قلبي. من كلامها يا جماعه الخير انها بتقول لك احنا ما خليناش ولا دكتور في المنيا، يعني وداها لاكبر دكاتره في المنيا، وبرضه بيقول لك عرضوها على شيوخ، يعني ما خلوش يا عيني. فزي ما اكون البنت دي اختها، ما اعرفش هي لازمها باين عمليه او لازمها حاجه. فانا سمعت يعني هي بتقول لها ممكن برضه مش قادره تقول قدامها او قدام ابوها ان هم مثلا بعد عنكم، مش عارفه يشيلوا لها الرحم ولا ايه، اللي انا سمعته كده يا جماعه الخير. فانا ما بفتكرش قوي، بس اللي انا شايفاه ان هي يا عيني حزينه على اختها، حزينه على اختها. طبعا يا ام سما ان شاء الله يا بنت ربنا يشفيها لك ويعفى لك ويشفي كل مريض، يا رب يا رب يشفي كل مريض. وانا بدعي لك من كل قلبي يا ام سما ان ربنا يشفي اختك ان شاء الله، ربنا يشفيها يا جماعه. الدعاء يا جماعه ما يرميش شابه في دقيقه، ربنا يشفي كل مريض يا رب. لان الواحد، الاب ولا الام ولا الاخوات بيبقى محتارين، هو احنا ما علينا ان احنا بنروح للدكتور، ربنا سبحانه وتعالى خلق الطب والدواء، فاحنا بنروح للدكاتره والدكاتره بتشخص الحاله. فيا جماعه الخير ربنا يشفيها. اللي عجبني بقى في ام سما ايه يا جماعه الخير، شوفوا الاخوات بقى يا حبايب قلبي، شوفوا الاخوات، يعني شوفوا بقى يعني فرق زي ما انا بتكلم كده افضل اقول فرق. شوفوا، بتقول لك انا عندي اخواتي بالدنيا كلها، فعلا يسلم لسانك يا ام سما، يسلم لسانك يا بنت يا اصيله يا ست ام سما. ايوه، مفيش بعد الاخوات حاجه يا جماعه، الاخوات دول هم اللي ستروا وغطى على بعض. يعني انا شفت ام سما ساعه ما تعبت وعملت لها فيديو، مين اللي كان قاعد تحت رجلها؟ اللي اختها، اختها يا جماعه. ما فيش زي الاخوات، عرفت يا جماعه الخير؟ بتقول لك انا عندي اخواتي دول بدواء عيني، ياخد من، تقول لك تاخد حته من جسمي واديها لها. شوفوا الاخوات يا جماعه، شوفوا الاخوات اللي ستروا وغطى على بعض، شوفوا الاخوات اللي من ام واب بيعملوا ببعض ايه، المحبة والود والرحمة.
يعني عجبتني ام سما قوي، وناس كتيره زيها، وعندنا احنا هنا، انا عندي اهو اخواتي بدوعاني اللي ما كلمتهمش كلهم ما ارتاحش، واخواتي واكبر مني ابقى بص حبايبي وروح قلبي، لان ما فيش بعد الاخت حاجه يا جماعه، ولا بعد الاخ حاجه. فام سما يا حبيبه قلبي هتتجنن على اختها، ربنا يشفيها لك يا ام سما، يا حبيبه قلبي يشفيها ويبريها. وبصوا ان شاء الله هيشيل اللي في جسمها كله، وبقول كده ام ايمن ما قالت، وان شاء الله يشفى لك يا حبيبه قلبي. وفعلا اختك وحبيبتك وسندك وظهرك فعلا، لان مفيش بعد الاخت حاجه ولا الاخ. وبالذات يا جماعه الخير ابوهم محترم، الراجل ده انا بشوفه هو اب وام قدامهم، ابو ام سما ده راجل محترم، اب وام قدامهم ومتحمل المسؤوليه يا جماعه. ام سما اللي هي من بيت العيله. شو بقى يا جماعه الخير فرق ازاي بين العيله ديك، بين عيله حلميه وبين دول. شفت يا جماعه الاخوات دول بيحبوا ببعض ازاي. اه دي على ما اسمع ان هي امها متوفيه، رحمه الله على امك يا ام سما، في الجنه تتهني يا قلبه، في الجنه تتهني يا قلبي. وامهم ميتة، ابوهم حببهم في بعض، وده اب، ده اب. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا مش ام. يعني انا كنت اسمع زمان ولحد الان يقول لك ايه، الام تعشش والاب يطفش، لكن ده اب حببهم في بعض، وابوهم ام واب قدامهم، ام واب قدامهم، اللي هو الحاج انا ما اعرفش اسمه ايه، ابو ام سما اللي هي من بيت العالي يا جماعه عشان الناس تعرف. شوفوا الراجل ده راجل فاضل، راجل محترم. ايوه انا مع نفسي انا بشكر فيه، لان انا شفت له فيديوهات كتيره مع ام سما ياما كانت قاعده زعلانه عنده، ياما كانت هي وصلاح كانوا منفصلين او متطلقين، وكنت بشوفها تصور عنده، راجل محترم بصراحه. يعني انا شفته بيلم بناته، راجل حنين، راجل بمعنى الكلمه. شوفوا انتوا بقى العيله التانيه يا جماعه، شوفوا امه عايشه وموجوده وبتفرق بين الاخوات، تطلع تروح عند اللي يوكلها، تروح عند اللي يشربها. الست التانية اللي هي كانت بيطلع ويقولوا عليها ايه بقى، ده بتطلع عشان اللقمة والاكل والشرب. شفتوا يا جماعة تفرق، يعني امهم ده عايشة ومفرقة بين الاخوات، ومفرقة بين البنات، ومجحدهم على بعض مش لماهم. المفروض الاساس على الام، الاساس على الام اللي تلم، الام اللي تلم الاخوات والبنات وتحننهم على بعض، تقول لها تعالي يا اختي، دي اختك حبيبتك، دي اختك حبيبتك، ده انتوا بقى سطر وغطا على بعض، ده ام. لكن ده اب يسترك دنيا واخره. يا حاج يا يا ابو ام سما، عشان انا ما اعرفش اسمك والله يا جماعه ما اعرفش اسمه، ربنا يسترك دنيا واخره. وان شاء الله يا ام سما ربنا يشفي لك اختك يا حبيبه قلبي، واجر وعافيه، وربنا يشفيها ان شاء الله. نيجي بقى لام طارق. شوفوا بقى الفرق يا جماعه الخير، لحلميه ده وسافرة الريف المصري يا حبايب قلبي. والله يا ام طارق كل اللي بتعملها حاجه من ايدك حلوه. طبعا يا جماعه الخير ام طارق كان بتروق في البيت وتحت اللسره، طلعوا بقى انتوا عارفين الشويه المأجورين يتريقوا عليها بقى، الزباله دي، وقال لي انت حاطه ده، وقال لي جايبه ده، وقال لي تحت السرير ده، وقاعدين مراقبين الست يا جماعه. يا جماعه الخير بيوت الفلاحين كده، بيوت الفلاحين هم مش قاعدين في المدن، بيوت الفلاحين حواليهم ارض وزراعه وجرن وخليجه. احنا عندنا هنا جنبنا بحر، بيبقى كل فرف قد كده في البحر، في البحر، وعرس قد كده تجري في الحاره بالليل وصوتها يبقى احنا سامعينها. فالبيوت الفلاحين يا جماعه تختلف عن المدن. لما انت قاعده في شقه لوكس وقافله عليكي مش هيخش لك حاجه، لكن هي قاعده في مكان حواليها خلجان، حواليها يا جماعة الخير أرض زراعية، حواليها بحر، خليجة، أي حاجة بتخش، لأن دي أرض زراعية لما من كل حاجة. فيا أم طارق كل فيديوهاتك جميلة، إحنا قابلينك بحلوك، زي ما بيقولوا عليها سفيرة الفيران، لا دي سفيرة الريف المصري، دي سفيرة الريف المصري، غصبا عن أنف الحاقدين والحاسدين. احنا قابلينك بكل حاجة والله يا ام طارق، باللي انت بتروقيه اللي بتعمليه، احنا قابلينك. عم السوق الراجل المحترم بيساندها في كل حاجة، ربنا يبارك له.
وطارق ربنا، والولد اللي هو بيصور معاهم ده ربنا يبارك لك. وحاول يا ام طارق اول باول يا حبيبتي، روقي اول باول، يعني ما تخليش حاجه حواليكي او تحت السريره او اي حاجه. وبعدين يا جماعه الخير، احنا عندنا السريره بصحاره للناس اللي تفهم، بنشيل كل حاجه تحت السرير. يعني انا عندي مثلا مش لازمنا حاجه، بروح مطبقاها وحطها تحت السرير نظيفه. احنا كنا بنشيل الجهاز بتاع البنات تحت السرير. ده العالم سبحان الله، انا مش عارفه هم ليه بيعملوا كده. انا مش عارفه لو هم حاطين على الست ام طارق كده. يعني انا عايزه اعرف إيه السبب، ان انتم مراقبينها في حياتها ليه، بتفصصوا الفيديو بتاعها ليه كده؟ لا كده. يعني سيبوها في حالها، مالكمش دعوه بيها. يعني سيبوا الملك للمالك. هي الست دي بيتها وهي حره فيه، تروق تعمل آه تحت السرير، حاطه حاجات، حاطه ورق. ايوه انا كنت بشيل الحاجات تحت المرتبه، ايه المشكله في كده يعني؟ إيه المشكله لو عندي اي ورقه بحطها تحت المرتبه عادي، مش مفيش حاجه. ده احنا زمان ما كانش فيه مكوى يا عالم، يلي اقول ايه بس، اقول العالم دي مغيبه. اقسم بالله ما كانش فيه مكاوي، وكنا نطبق المنطلون ونحطه تحت المرتبه عشان يكوي. نطبق العبايه ونحطها تحت المرتبه عشان اللي يقعد عليها يكويها. إيه، مش عارفه انتوا مالكم ومالها، ما سيبوها باللي هي فيه. حرام عليكم اتقوا الله. انتوا ليه كده عايزين انتوا كل ما بتتكلموا عليها هي محبتها بالزيت في قلوب الناس. كل ما انتوا بتطلعوا عايزين تتكلموا عليها او تعملوا معاها اي حاجه، هي سبحان الله هي بتعلى ما بتوطاش. ما هو بيقول لك بقى الباحث نازل، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيبحث ده لحد ربنا بيبخس بالارض، والباني عالي. يعني انا لما اطلع اقول كلمه حلوه تجبر الخاطر، ربنا هيجبر خاطرنا معاها. لكن انتوا سبحان الله سبحان الله، انا بستعجب على الامور دي والله العظيم. يعني انتوا لا كده بتعملوا، يعني كده انتوا لا كده بتعملوا في الست دي. يعني هي عملت لكم ايه؟ قاعدين مراقبينها لا؟ قاعدين بتتكلموا عليها لا؟ ده البيت بتاعها مش عارفه معفن، ده سفيرة الفيران. لا مش سفيرة الفيران يا جماعة، ده هي قاعدة في بلد فلاحين يا جماعة، الفلاحين على راسنا وعلى عيننا. أم طارق قاعدة في مكان وراها خلجان، يعني بحر، خليجة، أرض زراعية، كله دي بيبقى احنا جنبنا بحر أهو. نبص فين؟ لا الفرق قد كده ماشي، العرس ماشية قد كده في اللبحر. فهي جنبيها أرض زراعية، لازم أي حاجة هتيجي تخش. لما يما كان عندنا قبل المكان ما يتبني هنا، كان الناموسة عندنا طول كده من الارض. لان في ارض زراعيه بيجي منها ناموس، وبيجي منها حاجه زي حاجه هاموش كده بيجري، كان بيجي عندنا هنا. فيا جماعه الخير، كل بلد وسبره، وكل بلد ومكانها. مش اللي قاعد في شقه لوكس الفايق يعيب على المتضايق فعلا. ما هو الفايق يعيب على المتضايق. انتوا مش لاقيين حاجه تتكلموا فيها، مش لاقيين غلطه تطلعوها لام طارق سفيره الريف المصري، مش لاقيين غلطه. عايزين تعملوا فيها اي حاجه، لكن هي ان شاء الله في الطالع. ربنا معاك يا ام طارق، وربنا ينصرك على من يعاديك ان شاء الله. وطول ما انت ماشيه بضمير سليم وبالذوق وبالادب والاحترام، ربنا مش هيسيبك، وربنا معاك ان شاء الله. وانت يا ست ام سما، يا الف ست يا ام سما حبيبتي، ربنا يشفي لك اختك يا حبيبتي، وربنا يشفيها. وكل المتابعين اللي يخش يا جماعه ادعوا لاخت ام سما ان ربنا يشفيها، يشفي كل مريض يا جماعه. يا رب اشفيها وشيل عنها واشفي كل مريض. شوفوا الاخوات الحلوين، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. على الاخوات اللي بيحبوا بعض، يحبوا بعض ويبقى ستر وغطى على بعض. ما هم دول الاخوات، هم دول الاخوات، هم دول الرحمه، هم دول الموده. ما هي دي صله الرحم. بيقول لك يصل من وصلني ويقطع من قطعني. فربنا موجود يا حبايب قلبي، ربنا ما بينساش حد. وهقول هقول اوعى تنسوا الدعاء. لكل حد بيطلب الدعاء يا جماعة، يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. طولت عليكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، حبايبي.